أصدر ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بيانا مصورا بالفيديو للاعتذار بعد إيقافه من ناديه بسبب سفره بدون إذن إلى المملكة العربية السعودية، حيث نشر ميسي فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وقال فيه: لقد كنت أظن أن لدينا يوم عطلة كالعادة بعد المباراة، وكانت هذه الرحلة منظمة من قبل. وأضاف: لم أتمكن من إلغائها لأني كنت قد ألغيتها بالفعل من قبل. وأوضح: أعتذر لزملائي وأنتظر ما يريده النادي فعله معي. وكان كريستوف جالتيه مدرب باريس سان جيرمان قد نفى علاقته بإيقاف ميسي، مؤكدا أنه قرار داخلي من النادي، حيث علق جالتيه خلال تصريحاته الأخيرة قائلا: إيقاف ليو قد أضاف إلى الأداء السيء الحالي، فلا يمكننا الاختباء خلف ذلك. وأضاف: لا علاقة لي بالقرار، حيث تم إبلاغي به، وأنا لا يمكنني القول أننا نحظى بفترة جيدة. وجاء ذلك بعدما خسر باريس سان جيرمان مباراته الأخيرة أمام لوريان، حيث سافر ميسي بعدها إلى السعودية لأداء عمل ترويجي وفقا للشراكة الموقعة بينه وبين السعودية، لتندلع بعدها احتجاجات جماهيرية عارمة، حيث خسر باريس سان جيرمان 3 من آخر 6 مباريات في الدوري، كما خرج من دوري أبطال أوروبا. ليتظاهر بعض جماهير باريس سان جيرمان أمام منازل بعض اللاعبين، ومن بينهم ميسي. كما أعلن باريس سان جيرمان عن إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بسبب رحلة سفر بدون تصريح من إدارة النادي. كما ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن ميسي لن يشارك في المباريات لمدة أسبوعين، وسيحرم ميسي من المشاركة في المباريات أو التدرب جماعيا مع الفريق، كما سيخصم منه راتب أسبوعين.